حان الوقت ان نعترف ان الافارقه السود هم السكان الحقيقيين لمصر القديمه وهم اصحاب الحضاره الحقيقيه. يجب ان نعلم اولادنا تاريخ الافارقه السود الحقيقي عندما كنا ملوكا في مصر القديمه. يجب ان يقوم كل افريقي اسود بالاستعداد لعوده الكيميت تجهيزا لاسترجاع ما سرقوه منا ساكني مصر الان. ساقوم قريبا بزياره الاهرامات، فنحن في وسط قاره افريقيا، نؤمن اننا اتينا من مصر، لذلك سنزور ما بناه الاجداد. كل دي اقوال بترجع لمشاهير او سياسيين سود البشره بيطالبوا في حقهم في مصر، او زي ما بيقولوا عليها كيميت. مين دول بقى ومالهم بينا وعايزين يرجعوا حقهم في ايه بالظبط؟ تعال افهمك القصه كلها. بعد ما كريستوفر كولومبوس اكتشف الامريكتين وبدات تتوافد ليهم الشعوب، قرروا بناء دوله جديده، وكل الموارد الطبيعيه كانت متوفره، لكن العنصر البشري اللي كان هيبني الدوله دي كان مكلف جدا. فاقترحوا تجار العبيد على الملاك والمستثمرين انهم يصدروا ليهم عبيد بسعر رخيص جدا، والتكلفه هتكون في البدايه هيدفعوا شويه فلوس في السفن البحريه. وكان اختيار تجار العبيد هم الافارقه السود. وبالفعل سنه 1619 كانت شاهده على اول 20 فرد من الافارقه وصلوا لامريكا، وتوالت شحنات العبيد شحنه ورا الثانيه لحد ما وصل عددهم لخمس سكان الولايات المتحده. في الوقت ده عانى الافارقه السود من العزل العنصري والتمييز في كل نواحي الحياه لحد ما وصلوا سنه 1861. وبسبب احداث كتير ظلمه وسياسه اظلم حصلت الحرب الاهليه الشهيره اللي انتهت بفصل الولايات الشماليه عن الجنوبيه، وهناك عاش الافارقه السود او زي ما تم تسميتهم الافرو امريكان. وكانت مجتمعاتهم منغلقه جدا، ولكن جيل الاباء بداوا يركزوا في تعليم اولادهم وتثقيفهم. الخطه اللي نجحت جدا في اخراج معلمين ومثقفين وادباء وعلماء وفلاسفه سود، ومن هنا بدا يكون ليهم سلطه وتاثير قوي. في عشرينات القرن الماضي اسسوا منظمه اطلقوا عليها الافرو سنتريك. المنظمه دي كان هدفها في البدايه تحقيق المساواه والقضاء على العنصريه، بس فجاه تحديدا سنه 1947 بدات تظهر اهداف تانية للمنظمه، او خلينا نقول بدا يظهر النقص الحقيقي اللي حاولوا يعوضوه باي حاجه، حتى لو سرقوا تاريخ حضارات باكملها. اتفاجئ العالم بكتاب تم نشره تحت مسمى اصل الحضاره الافريقيه للكاتب السنغالي انت ديوب. الكاتب ده كان متبني هو واتباعه شويه افكار بتقول ان السود هم اصل كل الحضارات، وان هم السكان الاصليين لكل البلاد، وان هم اللي اسسوا العالم القديم. ومش بس كده، ده بيقولوا ان الحضارات القديمه اللي في كل شمال افريقيا سواء مصر او الجزائر او المغرب او غيرهم اللي بنوها هم الذنوب. ومن 1500 سنه اجتمعوا العرب مع الاوروبيين وطردوا الشعوب الافريقيه من اماكن متفرقه في افريقيا واستولوا على مصر، واضطروا مجبورين ان هم يسيبوا مصر اللي بنوها بقالهم 3200 سنه. وبيعتمد في كلامه على اقوال هيرودوت اللي بيقول ان المصريين كانوا سود البشر. المنظمه بتقول يا صديقي ان الاهرامات سودانيه الاصل، والدليل على كده ان في اهرامات كمان في السودان، وان السيد المسيح كان اسود البشر، وان الفلسفه كان اصلها افريقي، وان اليونان سرقتها منهم، وامريكا قبل اكتشافها كانت اصلا افريقيه. اما بالنسبه للمصريين الحاليين هم مجموعه من الغزاة العرب اللي جم من شبه الجزيره العربيه واحتلوا مصر وسرقوها منهم، وعملوا حاجات كتير جدا عشان يخفوا هويه السود من الحضاره المصريه، زي انهم كسروا كل انوف التماثيل علشان ما تبانش الهويه الزنجيه، وانهم بيتعمدوا ترميم الحيطان باللون الابيض علشان يطمسوا الحقيقه الافريقيه، وان كان في ملكات كتير لونهم اسود البشره. وحان الوقت للعالم والتاريخ بالاعتراف بفضل الذنوب على الحضاره الانسانيه القديمه والحديثه، وانهم بيطالبوا بحقهم واثرهم في البلاد دي، ويستحسن خروج اهلها منها وتركها لاصحابها الاصليين اللي هم الذنوب. وبدات المنظمه تتبنى الكلام ده فعلا، وبتطلع مظاهرات بتنادي بنزوح كل الافارقه لمصر لاسترجاع حقهم في البلد. دول كمان قرروا لينا كشعوب شمال افريقيا الدول اللي المفروض نهاجر ليها عشان نسيب لهم اراضيهم. فعلى سبيل المثال المغاربه المفروض يروحوا اليونان، والمصريين المفروض يروحوا للسعوديه، وغيره وغيره. لكن الحقيقه ان تصدى ليهم مجموعه من العلماء والمؤرخين، فبمجرد ما طلعت الادعاءات دي تم الرد عليها بحجج واضحه وصريحه ان ما كانش فيه اي وجود للعنصر الافريقي في مصر غير في الاسره
الأسرة ال 25. خليني أوضح لك بشكل أكبر إن من أصل 30 أسرة حكموا مصر، العنصر الأفريقي اللي هم الكوشيين حكموا مصر في أسرة واحدة بس اللي هي الأسرة ال 25، وبعدها قدروا الأشوريين يطردوهم منها، وده كان شيء وارد جدا لأن العصر كله كان معتمد على الغزو والاستيلاء على البلاد، وتواجدهم في الفترة دي ما يدهمش الحق أبدا إن هم يكونوا أصحاب الحضارة ولا يقولوا على نفسهم إن هم اللي أسسوا مصر، لأن أصلا قبل عصر الأسرات ب 2000 سنة كان في مصر حضارة إنسانية زي البداري والنقادة وغيره. ده غير إن المؤرخين أكدوا إنه كان تغيير في الحكام فقط. العالم البريطاني فليندرز بيتري بيقول إن بالرغم من الغزوات على مصر إلا إني أستطيع القول أنه كان تغييرا في الحكام ولم يكن في الشعوب أو الجنس المصري، لأن الشعب المصري كان قادرا على إذابة أي وفود أو غزوات كانت تأتي إليه، وخصوصا لأن الأجنبي لم يكن يختلط بعامة الشعب، فبعد جيل والتاني بيختفي الأجنبي ويدوب ما بين عامة الشعب، لذلك هم من أنقى الشعوب على سطح الأرض. وده ظهر في لوحة الملك سنوسرت الثالث اللي أكدت إن هم ما كانش ليهم أي حق في مصر، وإنهم لفترة من الزمن اتمنعوا سياسيا من دخول مصر، وبعدها تم السماح ليهم ولكن فقط بغرض التجارة. ده غير إن الملوك المصريين كانوا بيعتبروهم أعدائهم وما توجدش ليهم أي رسومات غير كأسرى وعبيد. أما بخصوص تغيير ألوانهم على المعابد فهنفترض يا سيدي إن إحنا أشرار وعملنا كده. ماذا بخصوص الملامح الزنجية المعروفة؟ ده غير إن في حاجة لازم نوضحها، إن المصري القديم كان بيهتم جدا بألوان الرسومات، فالراجل مثلا كانوا بيرسموه باللون البرونزي أو البني الفاتح، وده بسبب تعرضهم للشمس، والبنت كانت بتتلون باللون الأبيض المصفر، ولو كانت زوجة الملك نوبية كانت بتترسم بلون غامق جدا وملامح نوبية. دول كمان كانوا مصنفين الأفارقة الأربع أنواع، وظهرتها لنا جدارية الأقواس التسع اللي واضح فيها جدا البشرة السوداء واختلاف كل شعب فيهم عن التاني عن طريق ملابسهم، وطبعا كلهم كانوا أعداء مش أهل بلد خالص. الرسام المصري يا صديقي ما كانش بيعدي عليه أي تفصيلة صغيرة حرفيا، وقدر يرسم ببراعة ويوضح الملامح الزنجية اللي كان ليها تواجد فعلا على الحيطان، لكن تم رسمهم كعبيد أو أسرى أو على أحذية الملوك كأعدائهم، أو مثلا بيقدموا الضرايب للملك. فحتى يا صديقي لو احنا نصابين وقدرنا نغير اللون هنغير الرسومات والجداريات دي ازاي؟ ويبقى السؤال الأبدي، لو هم فعلا أصحاب الحضارة دي احنا ليه ما شفناش زيها في أفريقيا؟ ليه ما شفناش نفس الصروح والمعابد والمباني دي في بلادهم؟ حتى أهرامات السودان اللي حطينا حجة ليهم في كل حاجة مختلفة تماما عن الأهرامات المصرية. وعلى فكرة الأهرامات السودانية تعتبر حديثة جدا مقارنة بالأهرامات المصرية. دي أهرامات طولها ما تخطاش ال 30 متر واتبنت سنة 700 قبل الميلاد، واحنا طول هرمنا الأكبر 146 متر واتبنى من أكتر من 2600 سنة قبل الميلاد، ومفيش أي تشابه بينهم وبين أهرامات الجيزة ولا حتى دهشور ولا حتى زي مقابر ومصاطب سقار. انتوا بتشبهوا ايه بايه اصلا؟ وبالمناسبة الأهرامات عامة اتوجدت في كل الحضارات القديمة، فهي يا صديقي مش حكر على حضارة معينة حتى لو مش بعظمة الأهرامات المصرية. ثم فين اللغة الهيروغليفية اللي اتناقشت على معابدهم؟ ولا فين أصلا معابدهم ولا مقابرهم ولا الديانات القديمة زي الديانات المصرية؟ ليه حضارتهم ما اتعملش زيها في أفريقيا لما احنا استولينا على بلدهم؟ ولا كان سهل يعملوا ده في مصر وفقدوا شغفهم فجأة؟ يا مؤمن ده المؤرخين بيقولوا لك انهم تفاجئوا بالجدات المصريات بيحكوا نفس الحكايات اللي لقوها في البرديات او على جدران المعابد بعد ما فكوا رموز اللغة الهيروغليفية وبدأوا يترجموا القصص دي. وده يدل على ايه بقى يا صديقي؟ نقل الحضارة وتوارث القصص من جيل لجيل. ده غير ان علماء اللغة بيقولوا لك ان في 2000 كلمة مصرية قديمة لسه بنستخدمها كمصريين لحد دلوقتي، وانك لو عايز تشوف الحياة في مصر القديمة كانت عاملة ازاي روح زور الريف المصري الحالي. فازاي احنا سرقنا البلد وسرقنا الكلام كمان من على لسانكم؟ اكتر حاجة كانت مستفزة للاوساط العلمية هو ان المصريين القدماء كانوا سود البشر، وان المصريين الحاليين هم جنس مختلف تماما نشأ عن تزاوج الرومان بالعرب، وده خلى العلماء يسعوا في البحث عن اصل المصريين. والجدير بالذكر ان كل الابحاث اللي تمت كانت على ايد اجانب مش متحيزين لينا خالص. منظمة ناشونال جيوغرافيك عملت ابحاث تحت مسمى NGGB، وده مشروع التركيب الجيني المصري. لما جمعوا من مصر عينات عشوائية قالت ان المصريين الحاليين هم من سكان شمال
شمال افريقيا بنسبة 68% و17% عرب والباقي اعراق تانية. يعني الحمد لله احنا ولا رومان ولا من شبه الجزيرة، احنا يا باشا من شمال افريقيا زي ما احنا. طب هل جينات المصريين الحاليين متطابقة مع جينات القدماء؟ العالم الاثري الامريكي فرانك يوركو سنة 1996 بعد ما عمل ابحاثه واخد عيناته من المصريين قال ان جينات المصريين متطابقة مع جينات القدماء بنسبة 90%، وان حملات الغزو العسكري لم تشكل اي نسبة تذكر في جينات المصريين لانه كان تغيير حكام بس. عالم التشريح والانثروبولوجيا الاسكتلندي السير ارثر كيس في كتابه نظريات جديدة للتطور اشار نصا ان المصريين الذين نراهم اليوم هم النسل المباشر للمصريين من سنة 3300، وان المصريين ليسوا فقط مجرد امة بل هم اقدم سياسة في التاريخ، وانهم ايضا جنس بشري مستقل بمعنى الكلمة. خد عندك يا سيدي العالم الامريكي شارلتون ستيفانز في كتابه مؤسس اعراق اوروبا وعلم الانسان الحيوي قال مصر القديمة ابرز مثال معروف في التاريخ، وحتى الان هي منطقة معزولة طبيعية اتيح فيها الانواع الجنسية المحلية الاصلية ان تمضي طريقها لعدة الاف من السنين ولكن دون ان تتأثر اطلاقا باي اتصالات اجنبية. ستيفن هاو استاذ تاريخ وثقافات الاستعمار في جامعة بريستون قال ان المصريين دلوقتي هم المصريين القدماء، وان العرب هم اللي اتأثروا بالمصريين مش العكس. طب احنا كده زي الفل والعلم والتاريخ واقف في صفنا، وكل ما يكذبوا على نفسهم يطلع حد يفوقهم كده الحمد لله مفيش خوف؟ لا يا سيدي، الحقيقة ان احنا بنتحارب، والتكنيك اللي هم متخذينه دلوقتي نفس التكنيك اللي اخذوه اليهود قبل دخول فلسطين، ومعتبرين ان مصر ارض فعلا تجمعهم وبيسعوا للنزوح اليها بقالهم فترة، وبالفعل بقوا عايشين وسطنا وبيمتلكوا في اراضينا، وواحدة واحدة هيبقى ليهم الحق في مصر لو الدولة ما وقفتش نزوحهم لمصر. ورغم ان البداية كانت مجرد مطالب الا ان الموضوع دلوقتي بقى ردود فعل ومظاهرات وندوات قوية جدا في العالم كله. بدأ سنة 2015 لما اعضاء المنظمة اقتحموا السفارة المغربية في فرنسا وتعدوا على السفير وطالبوا بطرده، واستمرارا مع زاهي حواس لما كان بيدي محاضرة في فيلادلفيا ونفى احقيتهم في ارض مصر. طلعت مظاهرات وقتها في شارع وول ستريت تسببت في وقف المحاضرة بعد نص ساعة، وحاليا بيطالبوا بحذف كلمة ليبيا من الخريطة. المحللين لاستراتيجيتهم بيقولوا انهم متخذين زرع خطة فكرة في اللاوعي، وده معناه اللعب في الاجيال القادمة. فغزوا الكرتون وديزني وهوليوود بشكل مرعب، وبيحاولوا يخلوا كل حاجة بتمثل شخصية مصرية سوداء البشر. حتى في سلسلة اطفال مشهورة جدا اسمها مغامرات سينا، الكاتبة تابعة الافروسنتريك عاملة البطلة ملكة مصرية بملامح افريقية، ده غير تجنيد كل المشاهير السود بالتحدث عن الافروسنتريك سواء على منصات التواصل او في حفلاتهم او حتى برامجهم. في فوتوسيشنات كاملة بتتعمل ليهم عند الهرم وبينشروها على انهم اصحاب الحضارة دي، والاجانب ما عندهمش الوعي ان افريقيا كلها مش شعوب سوداء البشر، وبقى مزروع في اللاوعي عندهم انهم مجرد ما هيجوا مصر لو شافوا حد في ملامحنا العادية كمصريين هنكون في نظرهم احنا الاجانب. هم حرفيا بيبذلوا كل ما في وسعهم لطمس الهوية المصرية. ندواتهم اللي كانت بتتعمل هنا احنا كنا زمان بنضحك عليها زي ما كنا بنضحك على الاسرائيلي اللي في فيلم همام في امستردام لما قال احنا اللي بنينا الهرم. بس دلوقتي لازم ناخد وقفة، والحكومة لازم تاخد الموضوع بجد كأنه بيهدد الامن القومي المصري. في رحلات كاملة بيطلعوها على حسابهم للأقصر وأسوان وبيبقوا رافعين اعلامهم فيها وبيقولوا للافواج معلومات غلط تماما، وبيقولوا عننا ان احنا كمصريين حاليين هاجين مع العرب والاوروبيين وان احنا اللي جينا احتلينا بلدهم. الدولة كانت وما زالت بتوافق على مؤتمراتهم جوه ارض مصر وبنضحك على كلامهم، بس دلوقتي الوضع بقى غير مقبول بالمره. يا مؤمن ده وصل بيهم الحال ان هم ينزلوا في معرض الكتاب المصري اللي معمول على الاراضي المصريه كتاب بيقول ان هم اصل الحضاره المصريه وان احنا سرقناها منهم، ولما منعنا بيع الكتاب ده جوه ارضنا الكاتب طلع يسيح للعالم ويلف الدول كلها وعملها قضيه قمع للحريات، وبيطالب بوقف معرض الكتاب واتخاذ اجراءات صارمه مع مسؤولين الثقافه في مصر. حتى لما طلع ترند من فتره لتركيب وجوه المصريين بقوا يدفعوا فلوس للفنانين عشان يعملوا الوجوه دي باللون الاسود، وللاسف
احنا بدون وعي مننا كنا مبهورين وبنشيرها معاهم، مع احترامنا الكامل لكل سكان افريقيا المحترمين اللي في نسبة كبيرة منهم ضد الافروسنتريك اصلا، الا ان احنا كمصريين ما بقاش ينفع نضحك ونعدي. احنا اثارنا نصها مسروق بره، ودلوقتي حضارتنا بالكامل بيحاولوا يسرقوها مننا واحدة واحدة. لازم اي بوست يواجهك عن الموضوع ده، خاصة لو هم اللي منزلينه، ترد وتوضح الحقيقة. ولازم الدولة تاخد اجراءات صارمة لاي حد فيهم يجي على الاراضي المصرية، او حتى يطلع في التلفزيون المصري ويقول ان هي ملك لاجدادهم. مصر من يومها بلد الجميع، لكن وقت ما تيجي تكون باحترامك وبأدبك، وتفهم حاجة واحدة بس، ان مصر اتت اولا ثم اتى التاريخ. لا بناها فضائيين ولا بناها يهود ولا بناها زنوج، اللي بنوها عمال مصريين واولاد مصريين سايبين احفادهم فيها لحد دلوقتي. الصورة دي هي الاقواس التسعة للاعداء التسعة اللي حددها القدماء المصريين، وحفر ملامح الحروب ضدهم وهزيمتهم على جدران المعابد والقبور الخاصة بيهم. وفي الصورة دي الملك الصغير توت عنخ آمون بيرد على الأكاذيب دي من أكتر من 1300 سنة عن طريق وضع أعداء الإمبراطورية المصرية القديمة على حذائه وعكازه. وبنلاحظ هنا إن واحد فيهم من الأفارقة ذو البشرة السوداء والتاني من الكوشيين. أقول برضو الملوك هنربطهم بالسلاسل ونضربهم كده، ودي القرابين اللي كانوا بيقدموها للملوك المصريين قوي. وبرضو في الصورة دي بيقدموا لك القرابين، وأكيد إحنا مش هنربط الملوك كده وبس كده. يا صديقي أرجوك انشر الفيديو ده على قد ما تقدر، واكتب لنا في التعليقات ايه رأيك في الحلقة. انا محمد أسامة ودي القصة كلها.